شعري كله بيقع. لما بخش اخد شاور بلاقي شعري كله وقع، الفرشه مليانه شعر، انا شعري بيتساقط، انا شعري خف خالص. فالطبيعي بقى ان انا هسالك اقولك طب عملتي شعرك كيراتين او حطيتي عليه اي مواد؟ وش على طول. طيب يا ترى صبغتي؟ صبغت عشان العيد انت عارفه، وقلت افرد شعري بالمره فعشان كده من بعديها وقع. طيب صلي على سيدنا الحبيب عشان قلبك يطيب واديكي افضل حاجه وافضل مكون في العالم تستخدميه لتكثيف الشعر. ايه هو يا ستي؟ هتروحي عند اي هايبر وتجيبي لي وحده افوكاتو. عارفه الافوكاتو؟ ايوه، وحدة الافوكاتو دي اقسميها نصين وخدي القلب بتاعها. القلب فيه خلاصة الخلاصة وفيه اكتر الفيتامينات في تنشيط بصيلات الشعر وتكثيفه. هتقطعيها وبعدين تحطيها في الخلاط وتضربيها لي كويس قوي بكوباية مية. طب هنعمل ايه تاني؟ هتصفي لي بقى المكونات اللي انت عملتيها ديت وهتقومي حطاها على النار بمعلقتين كورن فلاور او نشا، معلقتين نشا، وتحطيهم وتدوبيهم كويس قبل ما تحطي على النار، هيتقل قوامه. محتاج منك حاجتين تستخدميهم لي. ايه هما؟ هتستخدمي لي زيت الزيتون البكر. عايزه اقول لك كمان ايه هنستخدمه؟ معلقه من عسل النحل. المكونات دي بقى خلاصه الخلاصه في تكثيف وتنعيم وترطيب الشعرايه، بيرطب الشعر بشكل جبار، زائد انه بيمنع تساقط وبيقلل التساقط بشكل ملحوظ. بتهيألي شعرك مش محتاج اكتر من كده. انا مديكي خلاصه الخلاصه، اعمليه بقى وانت الكسبانه. خلصتي معاكي الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.